نظم بحر هذا الأسبوع ديوان مؤسسات الشباب فعاليات البطولة الولائية لنشاط السروبان بالقطب الرياضي بوسقاق عبد الكريم ورقلة، والتي عرفت مشاركة حوالي 250 مشاركاً ومؤطراً. البطولة الولائية للسروبان هذه العملية أعد لها ديوان مؤسسات الشباب رفقة الرابطات المختصة الشبانية برنامج مهم لتنظيم بطولة ولائية للسروبان أو للحساب الذهني بمشاركة حوالي 250 طفل في هذه العملية الهامة، واللي إن شاء الله راح تدوم نصف يوم كامل. وهذه البطولة تتكون من 6 جولات وتجمع جميع مؤسسات الشبانية، نقصد به دور الشباب والمراكز الثقافية موجودة بالولاية. واستطعنا اليوم، وهذا أول يوم في البطولة اللي جمعنا فيه ما يقارب 250 منخرط من مؤسسات الشبانية و4 أكاديميات حرة، وننتظر وصول الفوج الكشفي. ولقد شهدت هذه التظاهرة في جولتها الأولى عدة نشاطات ترفيهية لفائدة الأطفال المشاركين، والذين عبروا عن سعادتهم وآمالهم الكبيرة في إنجاح وتمثيل الولاية في المحافل الوطنية والدولية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي محمد الصالح ولقبي بن موسى، أدرس بمتوسطة بن السائح الشيخ بن عبد القادر، وأيضا أقوم بنشاط السروبان في مركز الترفيه العلمي حي النصر. أنا جاي من بمنديل من مركز ثقافي. رياضة السروبان رياضة جيدة للحساب. شريف نورهان، أتمدرس سنة ثالثة متوسط. أتيت من دار الشباب مصطفى بن بولعيد لبطولات الأولمبيات للسروبان، وأتمنى أن أنجح في هذه المسابقة. اسمي بنت طرفة زينب، أتمدرس سنة ثالثة متوسط. أتمنى أن ننجح في مسابقة السروبان. أتيت من اليوم مسابقة رائعة مشوقة، تعرفنا على زملاء جدد، شكلنا صداقات، كل الفائزين.